اهلا بيكم يا حبايبي. النهارده هنعمل اكله سهله وبسيطه جدا. عايزه اقولك اكله مميزه هنحضرها مع بعض النهارده، وهو السمك البلطي. من غير بقى ما تقلي ولا تشوي ودخان ولو ما عندكيش زيت، لو ما عندكيش دقيق، هتحطي الصينيه بتاعتك في قلب الفرن بمكونات موجوده عندك في قلب البيت، وهتعملي احلى صينيه سمك مشويه بالزيت والليمون. ادمان والله يا بنات، تحفة. بصوا، دايبة، كل الخضار اللي معاها دايب وطعمها جميل جدا، والفوائد بتاعتها ملهاش حل. هقولك على كل اسرارها وعلى كل تكاتها. امشي معايا واحدة واحدة. هنا بقى بتجيبي السمك بتاعك، الحجم اللي انت عايزاه، الكمية اللي انت عايزاها. بعد كده تعالي بقى هاتي الكبة بتاعتك او الخلاط بتاعك. خلينا في الخلاط اللي موجود في كل البيوت كلها. عملت ايه هنا يا امنيه؟ حطينا راس توم كبيره، بعد كده جبنا قرن فلفل رومي على حراق، وقرن فلفل احمر زي ما انت شايفه كده، وحطينا فنجان عصير ليمون، وزيه بالظبط واحد زيت. حطي بقى التوابل بتاعتك. بتجيبي نص معلقه بابريكا مليانه، بتحطي نص معلقه توابل سمك، بتحطي ربع المعلقه توم بودره، وبتحطي نصها برضو بصل بودره، تحطي معلقه ملح كبيره، تحطي معلقه كركم، مش مليانه قوي يعني، ما كتريش في الكركم قوي. وهنا بقى المستردة والتومية بينقلوا معاكي السمك في حتة تانية خالص. بس المستردة بتاخدي منها معلقة كبيرة او معلقتين كبار، والتومية بتحطي منها معلقة صغيرة خالص. وعشان بقى يدينا اللون الجميل اللي احنا بنشوفه عند الراجل، اللون الاصفر الحلو ده، بتحطي على طرف المعلقة بس زعفران، عشان يديكي اللون الاصفر الحلو اللي كلنا بنشوفه في المطاعم. وساعات احيانا كتير الكركم معانا مش بيطلعوا بنفس الشكل. وبعد كده بتضربيها بقى في الخلاط، وبعد كده بتسيبيها تاخد وتدي كده مع نفسها، عقبال ما تمسكي السمك بتاعك تفتحيه من فوق بالطريقه اللي انت شايفاها دي كده. عايزه تفتحيها بالطول بتفتحيها، عايزه تفتحيها زي ما انا ما بعملها كده برضو بتعمليها. بصي، خدت السمك كله فتحته بالطريقه اللي انت شايفاها دي. فتحي السمك كده عشان التتبيله تدخل في قلب السمك من جوه. خلصتي بقى كمية السمك بتاعتك كلها زي ما انت شايفاها كده، بعد ما نضفتيها ونقعتيها في ليمون ودقيق عشان السمك بتاعك ما يبقاش زفر. وتعالي بقى هاتي نص الخلطة اللي احنا خدناها اقسميها. خدت منها شوية في طبق والباقي شلناه. امسكي بقى السمكة بتاعتك وهتقومي متبلاها بالتتبيلة الحلوة اللي احنا عملناها دي. هتمسكي السمك كله هتتبليه بالمنظر اللي انت شايفاه ده. هنا بقى لو انت عايزة يعني السمك بتاعك تشويه بالطريقة دي هتبقى جميلة جدا. يعني انت لو رصيتي السمك بتاعك في قلب الصينية زي ما هو كده بالتتبيلة بتاعته دي، هتبقى حلوة قوي، وهيبقى برضو طعمها جميل. بس انا بحب الخضار، يعني انا عايزة اكل الخضار مع السمك بتاعك. بيختلف. ان انا عايزة الخضار مثلا احطه على الرز اكله، عندي اطفال بياكلوا منه، فهي دي بتبقى التركه وبيديله طعم حلو قوي برضو. يعني انت لو عايزة كده براحتك او عايزة كده برضو براحتك. خلصتي بقى كمية السمك زي ما انت شايفة كده بكل التتبيلة اللي احنا عملناها دي كلها. بتسيبيها بقى كده ياخد ويدي مع نفسه عقبال ما بنحضر الخضار بتاعنا. كل اللي محتاجة منك بطاطس وطماطم وبصل وقرنين فلفل والجزر بشراه بالمنظر ده كده. كل واحدة بقى هنا بتحب كمية الخضار بتاعها، يا بتزودها يا بتقللها. انت عايزة خضارك زيادة بتزوديه، انت عايزة خضارك قليل بتقلليه. يعني انا كنت حابة الخضار يبقى موجود وفي نفس الوقت ما يكونش كتير، عشان ما نهدرش منه ونترمي منه عشان ما يبقاش حرام. فانا بجيب منه مثلا بطاطسيتين زي ما انت شايفاهم كده بحجم واحد، بتجيبي مثلا البصلتين وبتجيبي القوطه بتاعتك. خلصتي خلاص، قطعنا كميه الخضار بتاعتنا طرنشات زي ما انت شايفه كده. بتحطي بقى في الصينيه بتاعتك او في الصاجه بتاعتك شويه الزيت، وبعد كده بنخرط البصل طرنشات او حلقات زي ما انت شايفه كده. انزلي بقى عليهم بالبطاطسايه بالقرن الفلفل الاحمر والاخضر. وهتجيبي بقى معلقتين حلوين من التتبيله اللي احنا سايبينهم على جنب. تدعكي بقى كل المكونات دي كده بايدك زي ما انت شايفه كده
عشان تتبل هي كمان وتاخد طعم السمك معانا. هتظبطيها بس في قلب الصينيه بتاعتك زي ما انت شايفه كده، وتسويها في الصينيه بتاعتك بحيث ان الصينيه كلها تكون موجود فيها الخضار. وسيبي بقى الصينيه على جنب، وتعالي نحضر الحشوه بتاعت السمك بتاعتي. هنا بقى زي ما قلت لك الخطوه بتاعتك دي انتي وراحتك، عايزه تعمليها بتعمليها، مش عايزه تعمليها ما بتعمليهاش. يعني انتي بتحطي السمكه بتاعتك، لو انتي مش عايزه الخضار ده كله بتحطي في الصينيه بتاعتك شويه الزيت، وبعد كده بترصي السمك وبتغطي السمك وبتدخليه الفرن. يعني في ناس كتير بتحبها كده، بس انا عشان بحب الخضار في قلب السمكه فبعمل الخطوه دي. هتجيبي بقى البصل بتاعك هتقطعيه بالطريقه اللي انت شفتيها دي. كذلك الامر الطماطم بتاعتك بالطريقه اللي تعجبك. انا كنت مقطعه هنا عايزه بطريقه عشوائيه، انا كده كده مش فارق، هي هتحشي السمكه من جوه. قطعي بقى البصل بتاعك والطماطم بتاعتك، وهتجيبي الجزر اللي احنا بشرناه، وهتحطي عليه معلقه كمان من التوابل اللي احنا سايبينها، بس هي مع الاسف معلش انا اسفه ما اتصورتش. هتحطي عليها وتقلبيها بالمنظر ده كده. وبعد كده هنروح بقى نجيب الصينيه بتاعتنا والسمك بتاعنا، وهتفتحي السمكه بتاعتك وتحشي الخضار اللي احنا قطعناه مع بعض، اللي هو البصل والجزر والفلفل والطماطم. الحشوه اللي انت حابه تحطي في قلبها السمك تحطيها، يعني عادي ما توقفيش نفسك. والله لو ما عندكيش البصل الا البصل والقوطه بس عايزه تحطيها حطيها. بتحشي بقى بالمنظر ده كده، واللي بيتبقى عندك بترصيه في قلب الصينيه كده. وبعد كده يا ست البنات بتغطيها وتحطيها في الفرن زي ما انت شايفه كده. والله بتطلع معاكي صينيه سمك مشويه ملهاش حل. انا عايزه اقولك والله الكاميرا ظلماها من حلاوتها ومن جمالها. اهم حاجه بس، ودي اهم خطوه نسيت اقولك عليها، ان البطاطس بتاعتك لما تقطعيها تقطعيها صغيره بس عشان السمك ما بياخدش معاكي وقت في الفرن. فهي تاخد سوا السمك بتاعك عشان تبقى مستويه بالمنظر اللي انت شايفاها دي. والله يا بنات كان طعمه تحفه، وقد ايه جميل وطعمه حلو قوي، من غير بقى ما تقلي ولا تبهدلي الدنيا ولا تشيلي هم الزيت ولا اي حاجه. اعمليها وجربيها تعجبك قوي، طعمها جميله جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو تنسينيش بلايك وكومنت حلو، واشتركي في القناه عشان يوصلك كل جديد.